أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الجماهير ايجيبشن ليج. النهاردة يا جماعة بتكلم معاكم في أمر كنت نوهت عنه في الحلقتين تلاتة اللي فاتوا، واتكلمت عن مغالطات كبيرة جدا 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 و أخطاء فادحة بكل معاني الكلمة. لكن مش ده الأساس. الأهم من ده هو تطاول مجرم تماما، لأنه مش تطاول حتى على المستوى الرياضي فقط والكروي، لا، ده تطاول على المستوى المجرم قانونيا في سياق شخصية الإنسان، طبيعته، أسلوبه، شكله، كل حاجة. تمام. سوري، يعني كلام ما ينفعش أبدا 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 يتقال نهائيا. تطاول زي ما قلت أقل ما يقال عليه مجرم تماما. وأعتقد يعني يرجع للقانون الخاص بالسب والقصف، والخاص عدم الاحترام وامتهان كرامة أي إنسان والسخرية. يعني كل حاجة موجودة يا جماعة، كل حاجة موجودة. الأمر ده من 2 من المحسوبين على الوسط الإعلامي في الحالي اللي احنا فيه. الأول هو الأستاذ الصحفي أبو المعاطي زكي، والتاني هو الكابتن لاعب الكرة السابق الكابتن رضا عبد العال. في ناس آخرين هرد عليهم، يعني في 2 برضو طلعوا واتكلموا في أمور فيها طبعا مغالطات. الأول هو كان كابتن خالد جد الله، لكنه ما تطورش، يعني هو اتكلم بشكل فيه عدم دراية برضو. فأنا بصوب له اللي بيقوله، لأن أنا هنا ردي على الشقين، الشق عدم الدراية أو الأخطاء والكلام اللي مش مبني على أي شيء نهائيا. وده أمر ده مش بسيط أبدا. الأمر ده يتطلب أن يكون في نوع من العقاب الكروي على المستوى الكروي والرياضي. يعني أقل يحصل حاجتين. الحاجة الأولى أني حضرتك لازم تطلع تعتذر للحكام لأن الكلام اللي قلته مش صحيح. الحاجة التانية أني هيتم منعك من والشق التاني من الحاجة الأولى منعك من الكلام عن الحكام. على فكرة ده عام على الكل يا جماعة، مش فقط على كابتن خالد جد الله أو أي حد عمل مغالطات ومش مبنية على أي أدلة أو إثباتات نهائيا. وقالها بشكل يعني عارفين يا جماعة، لما أطلع أقول الأول بس أقول الحاجة التانية وبعدين أكمل النقطة دي. الحاجة التانية هي مسألة إني حضرتك ما تطلعش أصلا في الجانب الإعلامي أيا كان مسمى بقى، محلل، تليفون، حد كان في تليفون يعني، لا بشكل مباشر، لا على مقعد مثلا كذا بتقدم برامج، أيا كان أي تواجد إعلامي ما ينفعش. لأن طبعا في تيمة كمان جديدة غريبة جدا عجيبة من أغرب ما يمكن، إن دلوقتي بقينا نشوف ناس هم محللين في برامج أخرى، يطلع يبقى مقدم البرنامج، وعلى فكرة في نفس البرنامج أحيانا يبقى النهاردة محلل على مقعد المحلل، بغض النظر طبعا محلل جيد أو فاشل أو ما فادنيش بحاجة أو تمام. أنا قلت وأوضحت يعني بكتير، يعني إزاي تعرف، إزاي حضرتك كمتلقي تعرف. بكرة ألاقيك في برنامج آخر أو في نفس البرنامج على مقعد مقدم البرنامج، ما تفهمش إزاي، ثم مرة تانية تكون على مقعد مش عارف المذيع اللي بيذيع على المباراة، حاجات كده يعني حاجات من أغرب ما يمكن. يعني واحد عضو مجلس إدارة وطالع في البرامج اللي هي أصلا بيحلل فيها المباريات اللي فيها أصلا فرقته وفرق أخرى. واحد تاني كان في مجال خد منصب مش عارف مدير كورة ولا خد منصب ايه ولا مدرب، وبرضه ما زال لسه بيطلع حاجات من العجيب وحدث ولا حرج. ما تستعجبش وما تستغربش، هو ده الإعلام الكروي المصري يعني من سنين. المهم فكنت بقول يعني أنا أتفهم لو حد طلع وقال يا جماعة والله مثلا لو في حالة كابتن خالد جد الله أو حد اللي هم مثلا بيتكلم عن عدم دراية، اللي هو يطلع يقول والله يا جماعة أنا اللعبة دي يعني مش واضحة لي قوي، اللعبة دي أظن إن فيها كذا، اللعبة دي مثلا أنا مش متأكد بس أنا بشوفها يعني أعتقد كذا، واسيبها للخبراء يتكلموا مثلا. وعلى فكره وده برضو خطا، لانك انت مش متوقع من شيء ما طلعش على الاعلام ابدا نهائيا، بس اقول انا ممكن اتفهم. فبالك ابو حد يطلع يقول لك لا هو كذا، لا الحكم ظلمنا عشان كذا، لا هو مش عارف ايه، تمام. لكن ما تطولش، اتكلم برضو باسلوب يعني الى حد ما في في انتقاد للحكام، لكن بشكل يعني محترم. بس هنا دوري تاني بكرر ان انا لازم اصوب له الامر ده، ومش كده وبس، لا دور بقى المسؤولين اني لا انا اسف حضرتك يتعمل لك
عقاب للامر ده، ان انت مثلا ممكن تتمنع لفتره، ثم ان هترجع تاني ما فيش كلام عن الحكام نهائيا. ولما تيجي تتكلم بعد كده في اي شيء تتكلم عن درايه، تكون واثق من معلومتك، تطالع حاجه اسمها امانه الكلمه، امانه الطرح، امانه التوصيل للناس. ادي ابسط مثال انك بتاثر في الناس، وكل حد بيتاثر بيك بشكل سلبي بتاخد ذنبه، ذنب كبير جدا جدا جدا، وليه عقاب ايضا على المستوى الارضي، المستوى اللي احنا فيه، يعني على مستوى الحياه اللي احنا فيها، لانك بتاثر عليه. ممكن جدا يبقى، انا اسف يعني اللي يسمعك ده حد محتقن، حد عقله شويه، حد عنده مشكله ما، حد منتظر بس فيتحرك يعمل مصيبه ولا يعمل كارثه، يبقى انت السبب، يبقى انت اللي دفعته لده. كويس. طيب لكن خلينا نمشي خطوه بخطوه. وبرده كان في مغالطات اخرى برده من اشخاص اخرين بنفس الكيفيه، لكن بدون حته التطاول على الحكام المجرم. واعتقد تاني ارجعوا للقوانين يا فندم، ارجعوا بكل سهوله. طيب هنسمع مع بعض، عشان انتوا عودتوا مني دايما ما بقولش شيء الا بالادله الكامله والاثباتات والحقائق والوقائع. تسمعوا معايا، هتسمعوا طبعا، ما عنديش حقوق ان انا احط الفيديوهات، لكن ده مش هينفع، لكن هسمعكم الصوت فقط، والحلقات موجوده، وهحط تايتل الحلقه وتقدروا تدخلوا حضراتكم تتيقنوا. نبدا بايه الاول؟ الاثنين تقريبا نفس السياق، بس عشان هنا برضو في اختلافات نسبيا في مساله التطاول، واختلافات في مساله التعامل، الاسلوب اللي هو كان على الحكام. نمسك الاول الفيديو بتاع الاستاذ ابو المعاطي زكي. والامر ده خدوا بالكم فيه شقين، كان مشكلته انه مصمم، لان كان في فيديو تبعه فيديو، لكن الفيديو الثاني ده اللي كان يعني حدث ولا حرج. الفيديو الاول حضرتك اللي هو كان في يخص مباراه الزمالك والمصري، كويس، اللي هي على فكره اللي كانوا في نفس الاسبوع، والزمالك طبعا بينافس الاهلي، والزمالك السنه دي هو يعني عالي عن الاهلي في المستوى نسبيا. وشرح طبعا تفاصيل كلها، وكل الكلام ده يعني مش وقته، مش هتكلم فني، لكن اتكلمت الحمد لله وكل كلامي صدق. ففي حته الاهلي انه مش مشكله، يعني مشكله الاهلي انه في احتقان شديد عند المتابعين ليه، وفي منهم مجموعه كده زي ما قلت، في مجموعه كده معينه يعني بتقعد تنوح وتهري وكان يوماني اول ما الاهلي بس يحصل اي اخفاق، دول يعني في الضياع اصلا، دول يعني محتدين في الامر ده. فمشكله ان عندهم ضغط من ناحيتين، مستوى الاهلي المتردي طبعا، ويتبعوا حكايه التعاقدات والكلام ده كله، مبالغ الخرافيه. الامر الثاني ان الزمالك بدا يستفيق نسبيا او بشكل عام اعلى من الاهلي، هو مش في اعلى حالاته طبعا، لكن في اعلى من الاهلي. كويس. حتى وكان مع ان بيراميدز زي ما توقعت واكدت من اول لحظه انه هو من قبل الدوري والبطوله الموسم ده، ان بيراميدز مش هيكون ابدا بيراميدز السنه اللي فاتت. طيب فطلع حضرتك عمل فيديو يا جماعه، عمله بتاريخ 14/9/2025. كاتب ايه في التايتل؟ خلوا بالكم ان التايتل وفيه اللي هو صندوق الوصف الاثنين. التايتل كاتب فيه يعني بيأكد، التايتل كاتب فيه فضيحه تحكيميه، أكرر تاني، فضيحه تحكيميه، وظلم المصري امام الزمالك، ومعاقبه الغندور ترشيح بديل الخطيب. مالناش علاقه بالجزء الثاني ده، خلينا في كلمه فضيحه تحكيميه وظلم المصري امام الزمالك. كويس. الجزء اللي يعني انا اتفهم لما تطلع حضرتك تقول ايه ظلم المصري امام الزمالك، الى حد ما اتفهم. ليه بقول لحد ما؟ العباره مقبوله بالذات ان فعلا كان في نوع من الظلم اقوله لما اجل المباراه، لكن اصلا انت مش يحق لك انك تطلع تتكلم عن القرارات التحكيميه ده بكل بساطه. انا ما اعرفش هل في قانون، يعني كان لو فاكرين من 3-4 سنين اتعمل الامر ده، وسبحان الله كانوا ماشيين زي الالف، كله في الوسط الكروي. يعني اي حد يطلع يتكلم ايه رايك في مش عارف ايه، يقول لك انا ما اقدرش اتكلم عشان ما توقفش. تمام. نفس الكلام بالنسبه لي الى حد كبير بالنسبه للاستوديو التحليليه والكلام ده كله. طبعا القصه بتاعت السوشيال ميديا والكلام ده لا ظابط ولا رابط ولا رقيب ولا اي حاجه، فالدنيا خربانه، وقلت حلول خرافيه للقصص دي، المهم ما علينا يعني. لكن حضرتك الى حد ما اقول يعني شبه اتفهم، لكن لما تقولي فضيحه تحكيميه دي، يعني يا جماعة يا بتوع القانون بعد إذنكم، كلمة زي دي تندرج ولا لا تندرج؟ والنبي صححوا لي إيه، عشان أنا والله أقسم بالله لو جيت وقلت لي أنا لحد دلوقتي بتكلم في الأخف اللي هي في مباراة المصري اللي قالوا في مباراة المصري والزمالك، فقولوا لي حضراتكم، عشان لو إن ما كانش أنا هطلع أقول أنا بعتذر جدا جدا جدا، لا هنا ما فيش أي نوع من من الجرم أو الشيء المجرم أو التطاول او ايا كان. لا يا عم، انت ده اسمه انتقاد تقليدي طبيعي، ما فيش مشكله.
فانتوا قولوا لي بعد اذنكم. نفس الكلام، تعالوا يا بتوع الرياضه بعد اذنكم، البروتوكول الرياضي والقوانين الرياضيه الموجوده، انا بقول الاثنين، البروتوكول اللي ممكن جدا ما يكونش فيه قوانين، اتعودنا ان القوانين ضايعه، العمليه مهترئه تماما، بالذات في الجوانب التحكيميه ما فيش اي قوانين بتحمي الحكام، والعمليه بتيجي كده بالحب وبالود لكن بقول بروتوكول، حتى بروتوكول. تمام حضراتكم في الكلام ده؟ يعني انتوا دلوقتي في اي اجراء لازم يتعمل رياضيا ولا لا مفيش، ولا الدنيا سداح مداح ولا ايه بالظبط؟ تمام. طيب لما حضرتك نجيب الفيديو بقى نسمع كده الفيديو اللي اتقال فيه، يلا كده نسمع مع بعض الفيديو الاولاني، الجزء اللي يخصنا اللي هو بتاع الجزئيه دي، نسمع مع بعض ونرد مع بعض. على فكره التايتل تحت في صندوق الوصف فضيحه تحكيميه وظلم المصري امام الزمالك وموقفنا هو نفس التايتل، يعني وبيأكدوا تاني، خدوا بالكم بيأكدوا تاني، يعني مش حاجه كده اتكتبت فوق يقول انا ماليش دعوه، لا ماشي. نسمع كده مع بعض الفيديو بيقول ايه. الكرة دي الناس في النادي المصري بعتوها لي وبعتوا لي الفيديو. بص على رجل الكابتن عمر جابر، ها اهو اهي، بص عامل عرقله لصلاح محسن واضحه جدا، وانا معايا الفيديو، عرقله واضحه جدا 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 ماشي. ولم يحتسبها الكابتن احمد الغندور اللي هو ملاكي زمالك. ارجعوا كده في الست ماتشات كم مره في الزمالك، افترض يعني على مدار 6 ماتشات يتواجد مره 2، بصوا عليه سواء في الملعب او في الفار. طب انت قاعد في الفار واللي في الملعب ما شافهاش، ليه ما يتكلمش؟ ليه ما يقولش تعالى بص عليها؟ الفيديو موجود وواضحه، بس انا هاخدها من هنا هتلاقي بتوع اون بيعملوا له مخالفه من هنا ماشي. فدي صوره اهي واضحه اهي، العرقله واضحه اهي ضربة جزاء في الدقيقة 5 لو احتسبت للمصري كان كده، لكن ده ما ينفيش أبدا إن الزمالك فتح مدرسة الفن والهندسة أمام النادي المصري وفاز بثلاثية مستحقة. طب بس أقف هنا بعد إذنكم، أول كلمة بس أجي عندها، أدي أول كلمة برضو يا بتوع القانون بعد إذنكم يا ريت تقولوا لي الكلمة دي وضعها إيه، هل ده انتقاد أو نقد طبيعي عادي؟ تمام، ده لو فرضنا الأمر ده مفتوح تماما. نيجي هنا بقى لبتوع بروتوكول الرياضة وبتوع الرياضة وبتوع كرة القدم، هل يا جماعة الأمر مفتوح إن أي حد يطلع ينتقد الحكام وينتقد القرارات التحكيمية؟ يقولوا لنا بعد إذنكم ده البروتوكول الرياضي. طيب بالنسبة لمسألة القوانين واللوائح، هل الألفاظ دي طبيعية؟ تمام. هل الانتقاد موجود؟ موجود. طب الألفاظ اللي حضراتكم سمعتوها دي حكم ملاكي، يعني أنا ممكن أقولها مثلا، يعني فرضنا كل ده بقى مسموح بيه، لو فرضنا يعني أطلع أقول بكل بساطة والله الحكم ده بيجي كتير للفريدة، الحكم ده بيحكم كتير للفريدة، علامات استفهام، هو في إيه يا جماعة؟ مثلا أبسط مثال. لكن حكم ملاكي، الحكم الملاكي للزمالك هنا اعتقد، انا اظن بمعرفتي البسيطه للغايه قانونيا ان الامر ده في حاجه اسمها ايه، في حاجه اسمها اسقاط على ايه يا فندم؟ ان في حكم، يعني ايه حكم ملاكي وبيجي للزمالك وبيعمل للزمالك، ده اسمه دخلنا في ايه كده، احنا دخلنا في ايه؟ حد يقول لي ما تقالش مباشره، لكن حضرتك ما هو الاسقاط واضح تمام والامر واضح تماما، زي اللي بيعمل مثلا علامه معينه وبيتعاقب عليها يقول لك ايوه ده قصده كذا والعلامه دي كذا، واتحصل كتير حتى في مجال الرياضي نفسه، رغم ان ممكن جدا يكون ما فيش القوانين اللي بتتكلم عن التوريه يعني حاجه كده متداريه، بجيبها اللي عارفين اللي هو بجيبها من تحت لتحت يعني، اوكي. ففي علامات معينه او شكل بيقول لازم يقول لك لا ده لازم يقول حاجه مباشره، لا ومع كده بيتعاقبوا، مش شرط ابدا، كويس. فادي النقطة دي لحد دلوقتي، رغم سبحان اللي كان نفسه هو اللي كاتب فضيحة تحكيمية أو فضيحة تحكيمية بالبلدي كده، هو نفسه اللي طلع يقول لك رغم الزمالك كان فتح مدرسة الفن والهندسة وكان أفضل ويستحق، أمال فضيحة إيه؟ أنا أعرف كلمة فضيحة دي يعني حاجة واو جللة جدا، حاجة صعبة جدا، يعني ده كانت الدنيا خربانة في الملعب يعني من التحكيم زي ما أنت حسب كلامك يعني. لو فرضنا ده أوكي يعني بالنسبة فحاجة من أعجب الأعاجيب يا جماعة، حاجة من أعجب الأعاجيب. نكمل مع بعض. لكن كانت دي ضربة جزاء، اللي أنا عرفته من لجنة الحكام إن هم شايفين إنها ضربة جزاء، وأن الكابتن أحمد الغندور يعني هياخد عقوبه، ما اعرفش مين اللي هيتعاقب، احمد الغندور ولا خالد الغندور؟ لا خالد الغندور عقابه يبقى ادبي من الناس اللي ترد عليه لما بيسخر من المرض،
تسخر من المرض يا خالد؟ ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش خالص. ما ينفعش يا ابني تسخر من المرض. مش عاوز اقول بس ادوس في الحته دي عشان يعني، وانا بشكر الزميل اللي نبهه لهذا الامر يعني الاستاذ رمضان علي حسن. طب دي اهي اجتماع لجنه الحكام اللي عرفتوا ان هيجتمعوا بعد نهايه الاسبوع، بعد نهايه الجوله، وهيتم توبيخ احمد الغندور وليس حكم المباراه محمود ناجي، لان هو ده اللي يشوفها الفار ويطلبه، ولا طلبه ولا شاف ولا كلام منه. كان شاف ويحسب الصح، كان شاف ويحسب الصح. لكن اقول لك ايه يعني، لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين. تمام. بس سؤالي بعد اذنك، حضرتك عرفت منين ان لسه اللجنه هتجتمع وان هي ناويه توبخ الحكم الحكم الموجود في الفار، وانه الحكم الفار هيتعاقب وهيحصل كذا وكذا وكذا؟ يعني انت عرفت الغيب كمان، سبحان الله. يعني مش مسألة بس انت دخلت جبت خبر مثلا وقتي او حاجه، وده من ده حاجات من العجب العجيب. زي طريق الناس تقول لك ايه، تقول لك كان اجتماع كابتن محمود الخطيب اللي اجتمع مع مثلا الاستاذ ياسين منصور، ولا الاستاذ اجتمع مع الاستاذ محمد كامل تقريبا، اسمه محمد كامل اللي هو بتاع الشركه، ولا اجتمع مش عارف بسيد عبد الحفيظ، وحصل 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 وحصل. والمشكله ايه الاجتماع دي؟ يعني لو قلنا اجتماع مجلس اداره، ولو ان ده ما ينفعش اصلا برضه يعني، وحتى اجتماع مجلس الاداره الاخير ده قالوه بالتفصيل، كذا واحد مش واحد بس. ما اعرفش هل بيدوا لبعض ولا ايه الحكايه، لكن ولا كل واحد ليه مصدر، الله اعلم. بس ايه يا جماعه، العمليه مستباحه كده؟ الامر ده مهم جدا على فكره. العمليه مستباحه للدرجه دي؟ طب ما معنى كده ان في فشل ذريع جوه الانديه دي. ما هو يا اما اللي بيسرب حد من اللي بيحضر الامور الاجتمااعات دي نفسها، وده طبعا كارثي، يا اما الناس دي هقول لك ايه يعني، بتفبرك الكلام ده، بتفبركه بلا جدال. يبقى ده مش كارثي، ده مجرم، ده يستحق يعني، مش عارف اقول لكم ايه. تمام. فالامرين من اغرب ما يمكن. تعالى حضرتك كمان لما يبقى اجتماع مغلق ما بين الاستاذ ياسين منصور والكابتن محمود الخطيب، او الكابتن محمود الخطيب والاستاذ محمد كامل، او الكابتن محمود الخطيب وساده، وهم اتنين ما فيش غيره، ويطلع يقول لك ده حصل وحصل وحصل في ايه ده يعني ايه ده والنبي ده؟ هو حضرتك كنت مش فاهم، هو حضرتك كنت في، انا مش عارف انا مش عارف اقول ليه بصراحه. انا مش فاهم، مش عارف ده ايه ده بالظبط. طيب المهم، مع العلم ان خدوا بالكم ان لو كان ده صحيح وما حدش سرب ده، والاثنين قالوا ان احنا ما سربناش ده مثلا، طب ما هو ده نوع من اختراق الخصوصيه. اعتقد ده مجرم برضه قانونيا ورياضيا كمان. ما فيش حد يقول لي اصل صحفي وصحفي ليه مصادر، لا، مصادر دي بتبقى ليها حدود. ما فيش حاجه اسمها انتهاك الخصوصيه وانتهاك الحرمه والحياه ال 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 كده. في الحاله دي انت عامل قاعده، هي مش قاعده دي تعتبر كأنها قاعده رياضيه، ماشي اوكي، لكن اتنين قاعدين مع بعض ممكن جدا يكونوا بيتكلموا في امور، ما لو حضرتك بقى يعني واخد تسريب من اللي حصل، ما هو الاتنين دول قاعدين بيخلصوا قعده ما، ممكن جدا يكونوا بيتكلموا في امور، لانهم اتنين بس اللي موجودين، مش قاعد مثلا قاعد مجلس اداره زي ما قلنا او كده مثلا يعني حاجات غريبه يا جماعه، حاجات والله العظيم من العجب العجيب. المهم يعني، فده بالنسبه لي الجزء الاول الحلقه بتاعه المصري والزمالك. ده بالنسبه لمين؟ للاستاذ ابو المعاطي زكي. طيب نيجي بقى حضرتك ليه، طبعا بالنسبه لي الكابتن رضا عبد العال. في حلقه رضا عبد العال طلع وقال ان ضربه الجزاء مش صحيحه، واكد الامر ده وبصم بالعشره وقال لك ما فيهاش اي حاجه. ما اعرفش بقى انا ده على اساس ايه اصلا. طبعا ده هنا يعني مش هنتكلم على تطاول، لا ما فيش تطاول يا سيدي، لكن في هنا حاجه اسمها مغالطات فجة، مغالطات غير طبيعية، مغالطات كارثية. ليه فجة وغير طبيعية وكارثية؟ لأنها مش مبنية على أي شيء نهائيا، مبنية فقط على وجهة نظر محددة فقط لا غير لحضرتك فقط، ما فيهاش أي نوع من أنواع الأدلة ولا الإثباتات ولا البراهين. طالع حضرتك على الإعلام، مش طالع في قعدة خاصة، ولا طالع بتكلم أهل بيتك، ولا طالع بينك وبين واحد صاحبك، أنت طالع بتخاطب آلاف مؤلفة، عشرات الآلاف ما كانش مئات الآلاف، أثرت فيهم بشكل سلبي وبدون أي أدلة. الحاجات دي لازم تحاسب عليها. كمان فوق ده كله طلعت زي ما قلنا وقلت شيء بشكل خاطئ، وأهدرت حق فريق آخر بلا جدال. يعني هنا احنا بنتكلم حضرتك في شقين مهمين جدا، شق رياضي وشق اعلامي. الشق الاعلامي لازم المحاسبه بلا جدال، انك طالع بتخاطب الاف مؤلفه، عشرات الالاف، مئات الالاف، بشكل بدون اي معايير، بدون اي ادله، بدون اي اثباتات، بدون اي حقائق، وبتقيم شيء وبتحسمه اللي هو لا ما فيش كويس. والناس دي اكيد طبعا في منهم عدد مهول اتاثر بيك. حضرتك هنا بتحمل
وزر للناس دي كلها على مستوى على مستوى الحياتي اللي احنا فيه، تمام، وفي نفس الوقت على مستوى طبعا يعني بتعمل وزر كبير جدا ان حضرتك بتخاطب شيء مش صحيح. ليه؟ ضربة جزاء واضحة 100%، ضربة جزاء صحيحة 100%. حضرتك ما بنيتش كلامك على اي شيء نهائيا. من الجانب طبعا الرياضي يجب انت قدرت تحقق فريق اخر زي ما قلنا، وقلت على شيء بدون اي دليل، تمام. وكان ممكن جدا الفريق ده كان ممكن دي تكون مباراة نهائية، كان ممكن الفريق ده يكون الكرة دي، مش بتكلم في المباراه دي بالذات، بتكلم عامه. يعني انت حضرتك طالب تتكلم في كده، كان ممكن جدا يكون مباراه متكافئه جدا والكره دي مثلا في اخر وقت وتطلع تقول لي ما فيهاش حاجه، والفريق التاني كان ممكن جدا ياخد بيها بطوله كامله على سبيل المثال. كويس. فهنا على الشق الرياضي لازم هنا برضو يكون في عقاب رياضي، اللي هو ما تطلعش تتكلم نهائيا عن التحكيم، نهائيا بلا جدال. كويس. طيب، وعامة في الإعلام على فكرة أنا لو أملك، لا كابتن رضا عبد العال ما يطلعش في الإعلام نهائيا، لأنه ما كلامه فيه كمية أخطاء فادح. أسلوبه العام، أسلوبه، طريقته، طرحه، كلامه، كل حاجة يا جماعة نهائيا هو حالة فقط بتعجب الناس، حاجة مختلفة، حاجة مفرقعة كده، اللي هو زي ما بيقولوا كده، أو شيء كده جديد مختلف، مش نمطي زي الكل اللي موجودين. أدي قصة فقط. وفي ناس كتير جدا بتشوف فكرة دي كأنها أو خروجه على الشاشة اللي كأنها حاجة كده اللي بينبسطوا منها، بينبسطوا لسبب ما. كويس. فقط ناس كتير حتى في تعليقات تقول الكلام ده، فمش معناها ان الجودة نهائيا. التاني كتير قلنا الرواج او الشهرة ابدا مش شرط تكون لجودة نهائيا، بالعكس احنا بنعيش زمن الشهرة والرواج ابد ما يكون عن الجودة. طيب، فده بالنسبة لي حلقة الجزء بتاع رضا عبد العال. نيجي بس الحاجة التانية بعد إذنكم كمان قبل ما أسيب رضا عبد العال، برضو مغالطة فادحة كارثية أخرى برضو بنفس الكيفية وبس عليها نفس الكلام. بيتكلم على إنذار بتاع اللاعب البرازيلي اللي هو بصوا هو رضا عبد العال كده ليه تيمات أو ليه كده ناس بيمسك فيهم بيدوس أسنانه. فين صح دي مصدقة يا كابتن رضا؟ اللي كان صح الأيوبي الجامد قوي اللي ما فيش زيه، تمام، وغيره كتير جدا، اسامي كتير جدا من اللي بيقتنع بيها، اوتك الجونياس ومش عارف مين ومجموعه كده، ومؤخرا مش مؤخرا هو من زمان محمد عبد العاطي بتاع دجله، واسامي كده معينه. بصوا يا جماعه هي خلاص قفلت معاني، ودول هيبقوا حاجه جبار ومفيش، والعكس دول ما يسووش لا وبيطلعوا لاعبين رائعين. فقلت بقى اليومين دول بقى ماسك في مين؟ في اخوان الفينا او بيزيرا. وبالمناسبه وانا قلت الكلام ده، انا فاكر اني قلته في حلقه احدى الحلقات، انا فاكر كويس، لكن باكده تاني ان مفيش مخلوق. شوف بعد ما خلاص بقى كلمه يعني اسم بيزيرا ده هو اللي بقى سايد تماما، ولان طبعا والد اخوان الفينا هو اللي طلب الامر ده، قال بيزيرا يا جماعه، وما حدش يهتم خالص انه يدخل يشوف الاسم الغريب ده. انا على فكره اول ما سمعته حسيته مش اسم بني ادمين يعني، استغربت، قلت لا ده ممكن يكون صفه، ممكن يكون حاجه. والله العظيم اقسم بالله ده اللي حصل من اول لحظه. وعلى فكره الكلام ده مش جديد، الكلام ده لما شفت له الفيديوهات، كان فيديو واحد حد نزله بعد التعاقد معاه مباشره تقريبا، بعد التعاقد او كان حتى كمان اثناء التعاقد، ما كانش لسه تم التعاقد. ولقيت المعلق في الاوكراني، في طبعا هو كان بيلعب في اوكرانيا، المعلق اوكراني بيزيرا كلهم بيزيرا، مفيش الفينا. فاستغربت اسم جارسو مش طبيعي، بالذات يعني انا بحب جدا اللغه الاسبانيه، وطبعا بالبديهيه اللغات الايبيريه، اسبانيا والبرتغاليه والايطاليه. فالمسمى غريب، فدخلت عشان اشوف، لقيت عارفين معناه ايه بيزيرا، زي ما توقعت تماما. هو اسم مش ادمي خالص، مش اسم يعني مش بيتسمى بالبني ادمين. تخيلوا ايه بيزيرا؟ تخيلوا معناه بقره، اللي هي البقره، يعني البقره الحيوان اللي هو البقره. فاستغربت يعني، طب هو يعني واضح ان هي صفه، واضح ان هو بيوصف انه زي البقره، يعني في حاجه ممكن يكون في حركيه بتاعته، في السرعه، ما اعرفش، بس هو واضح انه يعني معجب بالاسم ده جدا، لانه في اوكرانيا ما بيتقالش الا بيزيرا، تمام. فالنقطه الامر ده انا قلته انا فاكر، بس العجيب في الامر ان بص لحد دلوقتي شوف من امتى، يعني الكلام ده يمكن من الاسبوع الثاني ولا الثالث وهو طالب بالكلام ده، يعني بنتكلم داخلين في شهر واكتر تقريبا على الاقل، وما فيش مخلوق اهتم يفهم ايه بيزيرا، اللي هو ايه بيزيرا. شوفوا ده الاعلام بتاعنا، الاعلام الكروي، اللي هو المفروض هو اللي يقول لي، هو اللي يفهمني،
وما يتاخرش، يبقى لازم الحاجه وقتيه. لكن شوف التاخير ده كله وما حدش اصلا قالها. تخيلوا، حاجه من اعجب العجيب. لا وايه، بص هم بيرددوا الاسم ومش فاهمينه اصلا ومش عارفين ده ايه، وفي اللي بيتريق عليه شويه يقول لك بيزرا، واللي يقول لك مش عارف باريزا، واللي يقول لك والله قال لك بيريزا مش فاكر مين باين كده، قال لك بيريزا، اخوان بيريزا، يعني حاجات كده. المهم، فبالنسبه لي الكره بتاعته لا، ده انذار مستحق تماما بلا جدال. وانا مش فاهم ازاي، انا اسف يعني، مش فاهم ازاي حضرتك لعبت كره قدم والمفروض انك بتحلل كره قدم، يعني المفروض حتى مطلع يعني القوانين دي عارف عليها الزمن بقى 300 سنه، ان في حاجه اسمها لاعب رايح باسرع سرعه ليه ورايح على هجمه، والهجمه دي كانت لو تاخد بالك كانت هجمه واعده، لان كان تعتبر هجمه مرتده، واللاعب الاخر جاي ملوش علاقه بالكره ولا علاقه باي حاجه، اللي هو بزيرة وداخل. لو خدت بالك هتلاقيه جاي عمودي كده، يعني اللاعب ماشي تجاه مرمى الزمالك. صحيح كان لسه في نص ملعبه هو، لكن كان ماشي في اتجاه الزمالك وكانت الدنيا فاضيه لان كانت هجمه مرتده. بزيرة جاي ملوش علاقه باي حاجه وفقط غير انه يعطل اللاعب. فهو حضرتك انا مش فاهم، انت استنى، مش انذار على اساس مثلا التعطيل، ما كانش مثلا اعاقه فجه، ما كانش ماسك من الفالنه، ما كان ايوه يا بيه، بس لا القوانين بتقول ان انت عطلت هجمه واحده، ان انت عطلت هجمه مرتده، انك بتعطيلك ده اثرت في هجمه كان ممكن جدا تكون واحده زي ما قلنا، كان ممكن تشكل خطوره، فده على طول انذار. كمان فوق ده كله لا، هو مسك اللاعب الاخر، وماسك على فكره مش لازم يكون فالنه، ممكن يكون ماسكه من الايد، ممكن يكون ماسكه من اي حته في الجسم، ممكن مش شرط الفالنه. فانا مش عارف يعني في خطأين، كل خطأ منهم يستوجب انذار او اي واحد فيهم. فحاجه عجيبه جدا، انا مش عارف ده ايه ده بالظبط. بس فالنقطه دي برضو حبيت اوضحها، لان دول الامرين اللي اثيروا في بالنسبه لي رضا عبد العال في المباراه المصري. تمام. لكن بالنسبه لابو المعاطي زكي ذكر ضربه جزاء وهي صحيحه 100%. لكن ارد هنا في نقطه، بغض النظر هو نفسه اكدها، ان حضرتك فعلا المصري ما كانش في حالته خالص، والزمالك هو اللي كان افضل بكتير. كانت دي في الاول، والمصري كان يعتبر العمليه بين و50 50، ومصري بالعكس المصري كان عمل هجمتين والكره دي كان ممكن تفتح ايديها، بس اسلوب اللعب واللاعبين نفسهم بتوع المصري ما كانوش في حالتهم نهائيا في المباراه دي، فكان والزمالك كان افضل فنيا، فكان وارد جدا الزمالك يتعادل حتى بعد الهدف ده ويفوز كمان. ايوه ما كانتش هتبقى 3 خالص، وما كانتش الدنيا هتبقى بالشكل ده، وما كانتش هتبقى بالطريقه دي، لكن فعلا فريق مصر ما كانش في يومه نهائيا، وكان مفكوك تماما، والمدرب كان في اسوأ حالاته. انا شفته من اول 5 دقائق واقسم بالله، من اول 10 دقائق قلت للمدير الفني بره الجيم تماما. وكمان عنده لاعبين مهمين جدا وسايبهم ما نزلوش، يعني لاعب زي بامبو ده زي ما ينزلش، لاعب زي عمر السعيد زي ما ينزلش، وتاخر جدا في التغييرات. نفس كان بالنسبه لي ميدو جابر، نفس كان مجموعه من اللاعبين مهمين جدا ما لعبوش في المجموعه اللي كانت موجوده، كانت في اسوأ حاله. وكانت ثغرات كبيره زي الثغره بتاعه عمرو السعداوي، وفي وسط الملعب برضه كانت في ثغره، وده ممكن في اسوأ حالاته. واللاعب الاخر الطمين انا مش مقتنع بيه نهائيا، لاعب على قده جدا، وهكذا. المهم فادي القصه. تعالى بقى حضرتك، وطبعا وانا بتكلم بحط لكم صور اللي انا بقوله بالتاكيد وبالادله. تمام. الكورتين ما فيهمش جدال، يعني اصغر طفل تجيبه حضرتك هيقول لك لا دي تستاهل انذار بلا جدال، والثانيه فعلا ضربه جزاء بلا جدال. تعالى بقى حضرتك ليه خلصنا من الجزء الاول ده. الجزء الاول اللي هو الخفيف، ولو انه برضو قلنا فيه اخطاء فادحه تستوجب عقاب رادع رياضي، وفي جزء يختص بالجانب القانوني من ناحيه الاستاذ ابو المعاطي زكي في حكايه فضيحه. تمام. وحكايه ملاكي في الاثنين دول، وبرضو يفتوني القانونيين. طيب خلصنا من الجزء البسيط السهل القليل كده اللي هو الايه الخفيف زي ما بيقولوا. تعالى حضرتك بقى التقايل بمعنى الكلمه، مباراه الاهلي وانبي. تعالى حضرتك للجزء الاول. الجزئيه الاولى نبدا من الخفيف برضو. تعالى من كابتن خالد جد الله في حلقه البريمو مع محمد فاروق. والعجيب برضو ان المقدم البرنامج يا جماعه، يعني مش فاهم يا جماعه، هو مقدم برنامج دوره انه يهز راسه وخلاص ويقول ايوه ماشي تمام اوكي، ولا اللي هو يصوب الخطا، او اقل تقدير لو هو ما عندوش المعلومه هو كمان، والمفروض يكون طالع مطلع طبعا بلا جدال. يعني انا طالع اتكلم في 1 2 3 4 لازم يبقى عندي الدرايه الكامله والكافيه ب 1 2 3 4. تعالى الامر ده حصل فجائي، وانا لازم اطلع بعد 5 دقائق، لازم وانا شغال ابقى عندي الدرايه شغاله، مش قاعد كده منظر وخلاص. حتى في الفواصل لا، افهم واعرف واذاكر، ده مهم جدا جدا.
بلا جدال. حتى فرضنا ما قدرتش اوصل لكل ده، يبقى ما اديش رايي نهائيا وما اسمحش للضيف انه يدي راي كامل، لا، واجيب اللي يعرفني المعلومه الصحيحه، ده المفروض والطبيعي. لكن هل ده بيحصل؟ لا، مستحيل طبعا، مستحيل. المهم، فتعالى حضرتك نسمع مع بعض اللي قاله كابتن خالد جد الله في الامر ده، ده برضه مهم جدا، وارد عليه. وده يندرج تحت بند عدم الدرايه، ويهمني ان انا اصوب له الجانب ده، لكن برضه هقول إيه في الاخر ايه اللي المفروض يتم. نسمع مع بعض. وكان راح النهارده الحكم بصراحه عمل حاجه النهارده مش في الكوره. يعني في حاجات مقبوله وفي حاجات غير مقبوله. يعني انا في حاجات بشوفها. زي ايه يا كابتن النهارده شفته؟ يعني زي الطرد بتاع الشناوي. والرجوع هو فيه. اخذ قرار طرد وادى كارت احمر. تمام، يعني في مخالفه، عشان كده ادى كارت احمر للشناوي. الفار استدعاه وطلع بص رجع لغى الكارت الاحمر وادى الشناوي كارت اصفر. طب بتديله كارت اصفر بناء عليه ايه طالما ما فيش مخالفه؟ اديته انذار ليه؟ ما انت لو اديته انذار يبقى ارتكب خطا. مش صح يا فاروق ولا غلط الكلام؟ تمام يا كابتن. يعني انت اديت لعيب انذار يبقى ارتكب خطا. لو الشناوي ارتكب خطا يبقى كان لازم يطرد. انما طرد وبعدين يتلغي، يعني حاجات مش مفهومه. وعيب ان احنا نشوفها في الدوري بتاعنا، والحاجات دي خد بالك هي اللي بتخلي شكل الدوري بتاعنا وحش جدا ومتاخر جدا. تمام. حاجه من الاثنين، اديت طرد للشناوي هتلغيه يبقى ما كنتش تديله انذار، يبقى ما عملش حاجه الشناوي خلاص. لكن انذار يعني معناه ان في تدخل وفي يبقى في مخالفه، يبقى طرد اصلا، يبقى طرد، والراجل كان محتاجه طرد. صحيح، كله الكلام فيها الحقيقه دي يا كابتن حقيقه. يعني دي من الحاجات برضه اللي استوقفتني. طيب ارد عليك بسرعه يا كابتن خالد. كابتن خالد جد الله على فكره من الناس اللي عندها رؤيه جيده، وبيعجبني اسلوب تحليله على فكره من زمان، يعني بشكل جيد افضل كتير من ناس كتير موجوده. لكن خانوا تماما 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 التفكير والطرح اللي قاله، لانه مش صحيح. وحضرتك واضح انك ما اعرفش، يعني المفروض حضرتك اني خالد جد الله ده قامه كبيره يعني في حته الجوانب الاداريه والجوانب الفنيه في الاهلي، واشتغل مع شباب وناشئين كتير جدا. اعتقد شغال في الاهلي اعتقد، ولا ما اعرفش بعد. فمش معقول تكون حضرتك مش عارف القوانين. ان حضرتك مش معناها ان يا كده يا كده، يا ابيض يا اسود. لا يا فندم، في الوان الرمادي، وده الطبيعي في اي قوانين في الدنيا. ده الطبيعي والمظبوط والمفروض. ان حضرتك دلوقتي هو دلوقتي اذا طرد وبعدين رجع لغى الطرد، فالمفروض لا خلاص، يا طرد يا ما طردش، يا طرد يا ما فيش طرد. لكن يدي انذار دي حاجه. سؤال انا اسف يعني، امال الانذار ده معمول ليه؟ هم اختاروا الانذار ليه؟ الكلام ده اتفهمه لما يبقى هو كارت واحد بس اللي مع الحكام، كارت احمر فقط، يبقى حضرتك يا طرد يا تلغي الطرد. لكن بقى مش هطلع كارت تاني من جيبك كده. عمرنا ما شفناه مثلا. مش هطلع كارت بامبا مثلا، ولا فوشيا مثلا، ولا كارت ازرق زي الفكره بتاعتي المدويه الاربع كروت، الاخضر والازرق والاصفر والاحمر. لكن ما علينا. لا يا فندم، المفترض والطبيعي ان حضرتك الكره هو حسبها بطريقه الاول على اساس ان ده منع اللاعب الاخر من انفراد كامل عن طريق اعاقه، او انه ضرب او ايا كان. على فكره مساله، على فكره ناس كتير قوي للاسف قالت لك ده جاي في ايده. ما دي مشكله. ان كان على فكره انا في الحاله دي بالتحديد من اهم الحالات اللي كان لازم الحكم يطلع يوضحها في الملعب، زي ما حصل في كاس العالم للانديه لو خدنا بالنا، رغم ان هي كانت اوفر قوي لكن او زياده عن اللازم. لكن في حاله زي دي لا، مهمه جدا، لان المصيبه الكبرى ان مفيش حد حتى حاول انه يحطها في مكانها الصحيح. على فكره كل اللي بقوله ده انا مش دلوقتي عشان بسجل بعدها بايام ولا ممكن بفتره كبيره يبقى انا قعدت بقى افحص لا خالص. ربنا يعلم وشاهد ان اللي بقوله ده من اول وهله ومن اول لحظه هو نفسه الانطباعات اتاكدت منها تماما لما قبل ما اعمل الحلقه وبعد ليها. ده بالعكس، الاعداد خلاني اكدت المؤكد، وتاكدت مليار في المية بمعنى الكلمه. الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله. كويس، لان الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله دايما الانطباعات الاولى عندي صحيحه مليون في المية. مش بتيجي كده فجائيه، بتيجي الحمد لله يعني اختلاف شاسع بينه وبين الاخرين. عشان كده قلت لكم انا احمد ربنا واشكر فضله قادر ان اعرف لك حاله
بتعمل جدل رهيب على مستوى فوق ما انت متخيل. اعرفها من الاعاده العاديه التقليديه خالص البسيطه للغايه، وممكن جدا ما احتاجش اعاده او 2 بالكتير قوي. تخيلوا. المهم يعني، فحضرتك الحاله دي يا فندم بكل بساطه انا بقول لك الحكم يعني معلش يعني دي للاعمى ان الكره ما جاتش في ايد محمد الشناوي، محمد الشناوي ابعد ما تكون ايده عن الكره، وان الكره كلها كانت القصه هو عمل اعاقه للاعب ولا لا، عمل مخالفه للاعب نفسه بدون ملهاش علاقه بلمسه اليد ولا لا. ادي القصه. فهو الحته هنا ايوه في اعاقه فيه بالشكل ده، بس هنا الاعاقه يا فندم كان في نقطه مهمه جدا الحكم، هي دي بقى النقطه المفصليه. الحكم حسبها ازاي؟ ان ده رايح منفرد، وان اللاعب كان ممكن جدا يوصل لانه يجيب هدف، وانه رايح انفراد. فالحارس اعاقه عن الحكايه دي. الاعاقه هنا ما فيهاش بقى قصه اصلي ضربته بالنار ولا ضربته ضربه خفيفه ولا لا يا فندم، هو اعاقه اسمها اعاقه ملهاش علاقه. لكن هنا الركي في ايه؟ ليه طرد؟ عشان انت منعت لاعب منفرد، منعت لاعب يحرز هدف، فرصه محققه. ادي القصه. لما راح للفار تأكد ان هي ما كانتش فرصة محققة. ليه؟ لسببين في غاية الأهمية. السبب الأول اللي كان يمكن مش واضح شوية للناس، ان كان جنبه لاعبين آخرين، وانه كان بيجري وجنبه نفس الخط تقريبا لاعبين آخرين، ما كانش فارق للدرجة. كويس. الأمر التاني وهو الأهم 100 مرة والأساس 100 مرة، الأساسي في القصة انه اللاعب ما كانش مستحوذ على الكرة أصلا نهائيا. مش هقول لك نص استحواذ او عدم استحواذ كامل او عدم اريحيه، وده في القوانين يا فندم، في القوانين يا كابتن خالد، يعني المفروض يعني ما تكون الحاجه دي بديهيه بالنسبه لك. في القوانين يا كل اللي بتتكلمه مش كابتن خالد بس، لكن انا برد عليه طبعا عشان هو ما تطولش، الراجل اتكلم بعدم درايه. كويس. او يعني ما كانش راجع الموضوع، وده خطا طبعا، خطا فادح، بالذات ان الحلقه بتتذاع بعد المباراه بساعات. فبكل بساطه حضرتك اللاعب اصلا الكره ما كانتش في حيازته من اساسه. اللاعب حاول انه يستحوذ على الكره عملت زي سويرب كده وجت على دماغه ورجعت لورا، يعني انتهت الامر خلاص. ادي قصه. واللاعب فضل مندفع والكره اصلا وراه. كويس. يعني انتهت بالنسبه له. يعني فاللاعب حتى ما كانش في حيازته الكره. لكن هنا الانذار كان على حد يقول لي الله، طب ما يبقى كده كلام كابتن خالد مظبوط والناس اللي بتتكلم انه كده يا طرد يا ما فيش طرد، يعني خلاص الكره مش في حيازه اللاعب. هنا الانذار يا فندم في حاجه ملهاش علاقه بالكره نفسها، ملهاش علاقه بالهجمه اصلا، حاجه اسمها سوء سلوك. ايه سوء السلوك؟ لان بكل بساطه اللاعب وهو داخل حضرتك، وهو داخل اكرر تاني وهو داخل، لما طلع محمد الشناوي طلع عليه في وشه، فحاجه اسمها اللي هي المخالفه اللي بتبقى مؤذيه بالبلدي كده. عشان كده لو تاخد بال حضرتك ان في تغليظ للعقوبة بتاعة الكوع، أي حركة كوع في وش لاعب حتى لو خفيفة بسيطة جامدة نوك أوت بالكوع أيا كان بياخد طرد، لأن الكرة دي مؤذية للغاية، لأن عظمة الكوع دي مؤذية جدا لأي، فأول ما بتيجي عند الوش لا انسى وش مع كوع خلاص، فدي طرد مباشر. لكن ده ما كانش كوع يا فندم، ده كان بصوابع إيده بس في وش اللاعب. فهو دلوقتي بقت وش اللاعب دي حاجة بقت يعني جامدة جدا بالنسبة للفيفا. تمام. فبقى بيتحاشى تماما، لان الوش هنا مؤذي جدا جدا فعلا. فاي شيء في وش اللاعب على طول بيدي قرار، فالحكم اتصرف صح 100%، لان القرار كان، خلوا بالكم ان الصوابع صوابع ايده كلها في وش اللاعب، الصوابع دي وكانت جت في عين اللاعب بالسرعه دي بالاندفاع ده من الطرفين، كان ممكن تصفي عينه، كان ممكن عينه تطير فعلا. فخطيره جدا الكره دي، مش بسيطه على فكره لو تاخدوا بالكم. وفعلا الكره على فكره وقعت الولد اللي هو اللاعب اسمه احمد زكي تقريبا، وقعته وبطريقته بالاسلوب مسكه لا صحيحه 100%، ما فيهاش اي نوع من انواع التهويل، لان فعلا كان اندفاع شديد والشناوي طلع صوابعه ما شاء الله في وش اللاعب، لكن ما تستحقش طرد لان ما فيهاش تعمد اولا. ثانيا مش الكوع ده، لو الكوع اوتوماتيك طرد حتى لو نفس اللعبه، حتى لو برضه الكرة مش في حيازة اللاعب ولا، لأن ده اسمه أذى، اللي هو بيبقى يعني أذى ممكن يوصل لمرحلة الأذى الشديد يعني. تمام. وده يعني أصبح مجرم تماما في القوانين، وأنا معاه طبعا. أوكي. فآدي يا أساتذة يا اللي بتتكلموا، ارجعوا تتأكدوا تماما إن ده سبب الإنذار، إن أنت الكرة خلاص انا طلعت بره الكرة تماما، طلعت بره قصة انفراد وغير انفراد وفرصة محققة وفرصة مش عارف ايه وكرة في حيازته، كل ده طلعت منه تماما، خلاص انتهينا منه، فما بقاش فيه طرد. لكن حضرتك في سوء سلوك من اللاعب ودخل او دخول غلط كان هيؤدي ليه
كرة مؤذية للاعب، لكن كان في محاذير معينة أدت إنه ما يطردش منه. كويس إنه تبقى إنذار فقط. آدي ببساطة. نيجي بقى خلاص خلصنا من كابتن خالد جد الله بيتكلم بعدم دراية، لكن باحترام وكل حاجة، لكن برضه لازم يبقى فيه نوع من العقوبة، ما فيهاش جدال رياضية. لأنك اللي أنا قلته ده أقسم بالله العلي العظيم 3 ما احتاجتش أي شيء إلا فقط الإعادة العادية التقليدية جدا، ونشغل مخي مش أكتر. وانا مش واحد بشتغل في المجال بشكل اللي هو بتكسب منه، ولا الموضوع ان انا قاعد في لا، ومع كده اعرف القوانين الحمد لله وبحطها بشكل المنطقي الصحيح المظبوط، وبقرا عقليه الحكم وبيتصرف ازاي. يا جماعه انتوا لو مش عارف اقول ايه، اسمه السنس ده بسيط جدا. حضرتك تتابع كده الحكم وهو بيتكلم، طب استنى شويه، طب المجادلات مع الموجودين في غرفه الفار، طب لا تعالى شوف، طب ويشوفها بعد كده يرجع بديهي. يا حضرتك دي حاجه اسمها منطقيه يا فندم. اما تربطها بالقوانين اللي انت حضرتك عارفها هتلاقي الموضوع بسيط للغايه. مش عارف اقول ايه، والله ما عارف اقول ايه. تعال بقى للي تطاولوا على الحكام، تطاول في نوع من السخريه او عدم الاحترام او عدم التقدير او كلام مغلوط، او وفي اللي تطاول وصل لاعلى ليفل. يلا نشوف كده حضرتك ونسمع مع بعض برضو. خلينا نسمع مع بعض واحدة. ولكن نرجع ونقول دي آخرة التطبيل، دي آخرة اللجان اللي هي تعمل لك عكس اللي بيحصل. يعني النهارده يطلع يقول لك ايه، هو طبعا مش لاقيين حد هيمسكوا فيه، طبعا هيقول لك ايه، هيقول لك الحكم النهارده ضيع المباراه. احنا لينا ضربتين جزاء، واحده لاشرف بن شرقي والتانيه لجريديشار اللي الراجل نط على منه وطلع الكوره. ما هي دي زي بتاعه ديانج يا ولا. طب وكره الشناوي يا ولا، انت السنه اللي فاتت موقف زي ده، امام عاشور رقص شيكا حارس مرمى فاركو وما لمسوش واتطرد، والراجل بتاع الفار قال له تعالى وراح وجاي اتطرده برضه. فاكرين ولا مش فاكرين؟ ده الراجل حط ايده في وشه بالقلم، لمس اي لمسه الراجل راح على الجول، فانت لمسته وهو جاي بسرعته لازم هيغير اتجاهه هيقع، فاداله طرد. وعلى فكره الحكم هايل، انما اللي على الفار مش هايل. يعني ارجع كده بقى للي على الفار، الراجل حكم وفضل قال لك لا، هو يقول له تعالى، لا تعالى، بدليل ان المخرج والفار عادوا الكرة بتاعت جراديشار 50 مرة والكرة بتاعت اشرف بن شرقي 50 مرة، والاثنين ما فيهمش حاجة. بس عشان ايه؟ هيجوا الجماهير ويقول لك اهو احنا لينا. بطلوا بقى الاسفاف ده، بطلوا بقى، عاملوا ضميركم. والله العظيم الدوري جميل عشان الحكام اللي طالعه دي عايزه تدي حقوق الفرق الغلابه. والله اول حاجه بس يا كابتن رضا عبد العال، الحكام بقى دلوقتي بقت جميله وحلوه ورائعه، والحكم المصري بقى ممتاز. ده انت اكتر حد عمال تقول الحكام كام حديث طلع يقول لك العصافير، الحمام، مش عارف ايه الالفاظ اللي بيقولها دي، واصلي الحاجه، ولسه في حلقه ما فيش اخر حلقه برضه الحكام يبتدي البطولات الاهليه اللي بتعمل اللي بتساوي. المهم يعني ارد على حضرتك، يعني انت كده انت في كلامك بتقول ايه؟ بتقول يا ولا يعني. طب وبتاعت الشناوي، يعني لو عايز تقول ايوه اني الحاله بتاعت تريزيجيه اللي هو الوثب عليه شبيهه جدا بتاعت ضربه جزاء على ديانج الصحيحه 100%، ودي هجيبها لكم ان شاء الله في الجزء الثاني بقى، اشرح لكم كل الكلام ده برضو بشكل مفصل اكتر. فحضرتك هتيجي تقول لي الاثنين زي بعض، لا الاثنين مش زي بعض نهائيا. وكره تريزيجيه ما فيهاش اي حاجه برضو فعلا، كره ديانج ضربه جزاء ما فيهاش جدال، والكره الثانيه ما فيهاش اي حاجه خالص. يعني معنى كده حضرتك برضو بتتكلم بدون درايه بدون معرفه، هتصدر مشكله كبيره جدا، لان انا اثبتت واكدت ان كره الشناوي مش طرد نهائيا، مالهاش علاقه بالطرد. كره ما فيهاش اي حاجه تستدعي الطرد، فيها انذار فقط اللي هو الخروج بشكل او يعني خبط وش احمد زكي بطريقه خاطئه تماما، كان ممكن تؤدي المشكله، لكن بدون عشان كده ما كانتش مقصوده او ما كانتش بالقوه الكافيه او ما كانتش موجهه بالشكل من الكوع، عشان كده ما خدش طرد، كانت باليد عادي.
هو طالع يعني بيحلق كده على اللاعب، لكن في اليد عادي. تمام. فعشان كده خد انذار فقط، وهي تستحق انذار فقط. طيب فحضرتك طالع بتاكد معلومه ما اعرفش جبتها منين. ايوه لا هي مش عارف ايه، والشناوي حاله الشناوي قال شيئين خطا في جمله واحده. كورة تريزيجيه اللي هو بيأكد ايوه اوكي تمام، او يعني بيقول اوكي خلاص دي زي دي. فطب وحاله الشناوي ولا دي صح ولا دي صح. والحكم الهايل والحكم الرائع والحكم الجامد والمش عارف ايه والحكام الجداد دول مهمين جدا، هم دول اللي بيحلوا الدوري زي كلامك لحد دلوقتي. هنشوف الايام بيننا لما تروح تروح القصه للزمالك، والزمالك هو اللي يكون بيلعب ونفس الحكام يلعبوا له. فهنشوف. ده انت يعني اكتر حد شايل ستر عن الحكام يا راجل. يعني مش عارف اقول لك ايه، سواء بالاسلوب التوريه او بالاسلوب المباشر. نيجي بقى يا جماعه للزبد زي ما بيقولوا. فكرة هو أكد نفس كده، بس قبل ما أجي النقطة دي أكدوا برضو في البريمو، أكدوا يعني وأكدوا تأكيد فوق الوصف إنه لا دي شناوي والشناوي كان يستحق الطرد. يعني هو بيقول على فكرة في قناته وفي البريمو في المنصتين اللي بيطلع فيهم أو في المكان اللي بيطلع فيهم، يعني قالها واضحة تماما عشان ما حدش يقول لي ممكن يكون تراجع. لا 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 بالعكس، ده يمكن في البريمو بيقول يعني بيبقى أكتر كمان. تعال بقى نسمع بقى، ندخل على حلقة الخاصة بالأستاذ أبو المعاطي زكي. نسمع كده مع بعض الحلقة تحت عنوان، الحلقة اللي هي اللي تعتبر بقى الزبد في الموضوع. حلقة تحت عنوان حكم ظالم للأهلي. حكم ظالم للأهلي، لعيبة عالة ومش رجالة ومعدوم الروح القتالية، فضيحة الدكتور معزيزو. سيبنا من الكلام ده خالص، خلينا في حكم على فكرة حكاية فضيحة الدكتور معزيزو ادي كمان نقطة توضح الشخص اللي بيتكلم، توضح الاسلوب الاعلامي بتاعه اللي ماشي بيه، اللي هو بعد ما يكون على الاعلام. فضيحه الدكتور اللي هو بعد كده تاكد تماما بعد ساعات بسيطه، واللي تاكد ده تاكد في الملعب نفسه ان مش حاجه مستتره، ما ركزش حاجه في الغرف المغلقه، ان الدكتور اكد ان ما ينفعش يلعب. وقال الكلام ده للكابتن عماد النحاس، وقالوا للكابتن وليد صلاح الدين، وقال له ان ده انا يعني ما بقول لكم ده ما يلعبش. واللاعب راح سالوه قال لهم لا انا قادر العب. جميل. ودكتور قال لك وطلعوا بره، كل الناس طلعوا بره. لما يطلع كلمه زي دي فضيحه الدكتور مع زيزو دي، يعني حتى التايتل نفسه بيقول ايه. وكرروا تاني، خدوا بالكم تحت في صندوق الوصف حضراتكم. يعني الجمله دي انا بدعو الدكتور ما اعرفش اسمه ايه، الدكتور بتاع الاهلي ياخد الفيديو ده ولازم يتصرف برضه بشكل قانوني وشكل رياضي الاثنين. يا جماعه بصوا يا جماعه، طول ما الناس مشينا عادات العرب والامر ماشي معلش واصلي وفاصلي ومشي حالك ولا وخلاص وانا بتعرف عن الامور دي وانا لا مش هفكر، طول ما كده انت بتاخد وزر ناس تانية كبيره جدا وذنب ناس تانية كتير جدا. لانك انت سكوتك ده بيؤدي ان الشخص ده اللي بيعمل ده بيعمله وبيزيد فيه وبيعتبر الامر خلاص بقى بسيط والامر محدش هيحاسبه، فبيتعمل في واحد وفي اتنين وفي تلاته وفي اربعه. بص بقول لكم تايتل واحد فيه حكم ظالم وفضيحه الدكتور. ارجع تاني اهو من التايتل بس، لسه هنجيب بقى ده، احنا لسه هنخش على الكلام. يا اساتذه بعد اذنكم، يا قانونيين اطلعوا قولوا لي انا صح ولا غلط، يا بتوع الرياضه اطلعوا قولوا لي انا صح ولا غلط، يا بتوع الاعلام اطلعوا قولوا لي. على فكره نسيت اقول الاعلام كمان في بدايه الحلقه، بتاع الاعلام كمان. يعني انت بتتكلم من ثلاث امور في غايه الاهميه والخطوره: رياضه، اعلام او الجانب الرياضي والاعلامي، وكمان الجانب القانوني. الثلاثه اخبارهم ايه؟ اطلعوا قولوا لي، صلحوا لي لو انا غلط. نسمع بقى ندخل الحلقه. يعني مش هقول لكم مثلا دقيقه ولا دقيقتين ولا 3 دقايق وسط الحلقه، لا نسمع مع بعض الحلقه ونرجع نكمل مع بعض. وفي الجزء بقى اللي جاي هجيب لكم الحلقات بالتفصيل يا فندم. نسمع مع بعض. اقول لك ايه بس، اقول لك على التهور. اقول لك ايه بس، مش فاهم اقول لك إيه؟ والله العظيم ما عندي حاجه اقولها لك. هي تصد انا عندي حاجه اقولها لك. انا لو مسؤول في النادي، في كل المعلمين اللي في الفرقه يتباعوا، واولهم الدكتور احمد جاب الله، الدكتور طبيب الفرقه. انا ما شفتش دكتور في الدنيا كلها. محمد الكواليني بيقول لك على الهوا، بيقول لك وقع قبل بدايه المباراه واشتكى، راح بص عليه قال له كمل ايه؟ طب ما اقول له ريحه. طالما لعيب اشتكى من حاجه عضليه في الاحماء اخليه يكمل لحد الشد مثلا او التقل ما يبقى شد او مز. والراجل طالع من اول ما وقع قال لك مش قادر خلاص. نفس اللي حصل مع اشرف داري في الماتش اللي فات او اللي اصيب فيه، وقع قال له لا ده انت زي الفل، يلا قوم كمل جاله مز. قال لا. ياسر ابراهيم برضو وقع قال لك شد، قال له لا ده انت زي الفل كمل، قام جاي له مز.
فبدل ما يغيب اسبوعين 3 يغيب شهرين. يا جماعه في ايه؟ والمصحف دي فوضى، وحياة سيدنا النبي دي فوضى، اللي يحصل في الاهلي ده فوضى، واللعيبه دي فوضى ما تستحق انها تلبس تيشيرت النادي الاهلي. اجي بس اقف عند الحته دي. ده دكتور يا جماعه، هو خلوا بالكم ان مش فقط اشرف، مش فقط موضوع زيزو اللي هو تم تبرئته منه من الجميع. انا مش جوه المكان ما اعرفش، لكن كل الناس طلعت اكدت. وعلى فكره هو نفسه اعتقد في حلقه بعد كده وطلع قال لك انا يعني بيبرئوا ان لا مش هو السبب. شوف قال ايه عنه في الحلقه لحد دلوقتي؟ لا مش كده بس، ده شايله كمان 3 لاعبين اخرين، ياسر ابراهيم واشرف داري، وقال اسم كمان ثالث على ما اتذكر. الثلاثه قال لك نفس ده وده وده. سبحان الله. يعني طب ودول انت برأته في الموضوع زيزو، طب وبالنسبه لدول اخبارهم ايه؟ ما كلمتش. لو يقول لك ايه، يقول لك مش عارف مين في الملعب قال له ايه، قال له لا قوم كمل انت زي الفل، فقال له ماذا؟ طب انت كنت معاه في الملعب وشفت؟ كنت حاضر حضرتك زي كده ما بتبقوا حاضرين في وسط الاجتماعات بتاعت الناس، ولا جوه الغرف المغلقه، ولا حتى في القعدات الخاصه، ولا زي ما بتطلعوا تحكوا تقول لك ده اللي حصل، ده اللي خده مني، ده يعني بالظبط ده، ويقول السيناريو. تخيلوا السيناريوهات بتتقال، لا وحافظينها ويقولها بمنتهى السرعه. ده انا حتى لو فعلا السيناريو عندي فرضنا يعني مش هبقى حافظه بالطريقه دي. المهم خاصة على فكرة، خاصة ما بيقراش من سكريبت، ما بيقراش من ورقة ولا حاجة. ومع كده بسم الله ما شاء الله، بص فوريرا يتقال السيناريو. نكمل مع بعض. مشوهم. لكن انا اجي امبارح لا اله الا الله، صلى على سيدنا النبي، الله يكشره صلى على الحبيب. امبارح ضربة جزاء صحيحة 100% لصلاح محسن على عمر جابر في الدقيقة 5. الحكم عمل نفسه مش شايف حاجة. ده مين؟ أحمد الغندور في الفار، ملاكي زمالك. النهاردة خالد الغندور ابن عمه بنالتي سليم 100% لبن شرقي اللي متشال فيه من على الأرض، قال له العب. وبعدين ايه؟ جايب لك حكم مجهول. ما انت ما بقتش تخوف، ما بقاش لك انياب. اجي بس النقطه دي بعد اذنكم. سيبك من برضه حكم ملاكي، تطاول اخر برضه رياضي واعلامي وبالشق القانوني برضه يصححوا لو انا غلط. ادي رقم 1. رقم 2 تعالى للتاني، يقول لك والتاني اهو، التاني سيبنا من الاولاني خلاص، دخل في التاني ابن عمه. ادي ده نوع من ايه؟ نوع من توريه معينه او اسقاط معين يدل. ماشي ما علينا، برضو مش هنخش. هقول لك واحده يقول لك ما تخشش في النوايا وفي النفوس. يا جماعه سياق الحديث بيقول ايه؟ الكلام بيقول ايه؟ وضوحه بيقول ايه؟ الاسلوب بيقول ايه؟ طريقه الطرح بتقول ايه؟ كل حاجه قدامكم. لكن تمام. طيب خد الغندور مش عارف ايه وقال استشهد بمثل خاطئ تماما. ده حتى لعبت الاهلي نفسها ما اعترضتش على الكوره. الكوره موجوده يا فندم، كرة موجودة، كرة عادية جدا 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 جدا. ولا من هنا لبكره لاعب بيشوط الكرة، لاعب التاني نايم قدام الكرة، شاط اللاعب وشاط الكرة وشاط اللاعب اللي قصاده عادي جدا، فوقع. فين الإعاقة هنا؟ فين الإعاقة؟ هو ما كانش مندفع ورايح مثلا للمرمى والتاني قام نايم وساب الكرة وكل حاجة وقام أعاقه مثلا ولا عرقله ولا أي حاجة. الكرة موجودة يا فندم. بس أقول إيه؟ فيعني برضو كل ده هنجيله في الجزء الثاني ان شاء الله باذن الله، كل ده بالتفصيل. لكن بحط لكم في اثناء ما بتكلم كده بحط لكم صور بسيطه. وعلى فكره تاني بكرر ان كنت املك حقوق الفيديوهات كانت تختلف تماما الامور، كانت توضح توضيح فوق الوصف. يعني الصور انا الحمد لله بجيبها على قد ما اقدر انها تكون واضحه تماما، لكن انا بدعوكم كل حاجه بقولها ارجعوا لها شوفوها فيديو. انا ما عنديش الحق ده، ارجعوا لها حضراتكم هتشوفوا الدليل مش الدامغ، الدليل اقول ايه، الدليل اللي هو يقفل تماما اي مهاترات. ندخل على نكمل كلامه. ما بقاش في ضغط، ما بقاش في كلام. جاب لك حكم محمد الكواليني بيقول لك ايه؟ اول مره يحكم في الدوري الممتاز، اسمه محمد الغاز، عنده فكره حكم ضعيف الشخصيه ومهزوز، وما يحكمش في دوري الرمضانيه. استعجل وطرد الشناوي، والشناوي واخدها بهنا مش واخدها بايده. وحتى لو خدها بايده انذار مش طرد. ليه؟ لان الكرة اصلا مش تحت استحواذ المهاجم. الطرد امتى؟ لما في استحواذ للمهاجم وكذا. ومش حتى يا سيدي ما جاتش في ايد. لو انت نفسك تطرد
بس يبين لك اللي جواه ايه. اي بس الحته دي قبل امام عاشور او الامام عاشور بص دخل في النوايا. ما هو ده بقى اللي دخل في النوايا. لا ده مش دخل في النوايا وبس، ده قرا الودع وضرب الكف ولا قرا الكف وضرب الودع وعمل وسوى كل حاجه وناجي. بص نفسك تطرد اصل انت مش عارف ايه، لا وقال لك ايه، وصف الحاله يعني بعد ما يكون حتى بص عمل له توصيف كده بتاعه هو. اصل مش لمسه يد، طب هي لو مش يا جماعه ده هي باينه للاعمى ان هي مش لمسه يد، باينه لاي حد ان هي جايه في منطقه وسطيه، ودي اصلا كانت مفروده، كانت زي عامل زي الجناح كده، عامل جناح محمد الشناوي، فهتروح لايده ازاي؟ بالعقل وبالمنطق. تمام، مع بسم الله ما شاء الله جسد محمد الشناوي ما شاء الله، وكمان كان مندفع والكره جايه في الوسط بالظبط عند بطنه. يد ايه يعني؟ ده بقول لك مش عارف اقول ايه. المهم لا هو بقى ساب ده كله، لا الحكم مهزوز، ما حكمش في الدورة الرمضانية، حكم سيء، حكم شفيق، وقبلها بيقلب لجنة الحكام عشان طول بقيتوا ضعاف، مفيش حد بيتكلم. شوف الطريقة كمان، والحكم فيه برضه يا بتوع الرياضة يا بتوع الإعلام يا بتوع القانون. الكلام ده اسمه ايه؟ يا بتوع الرياضة يا بتوع الإعلام يا بتوع القانون. بتوع الرياضة اللي هم المسؤولين بتوع اتحاد الكرة ولجنة الحكام، ويا بتوع الإعلام الرياضي، ويا بتوع القانون. ده اسمه ايه؟ قولوا لي انتوا اللي تتكلموا مش انا اللي هتكلم. تمام، ادي رقمين. رقم 3 الجزئيه بيقول لك اصله عايز يطرد، اصل هو عايز كده، هو ايه؟ طب سؤال يا استاذي، هو لو عايز يطرد طب ما كان تمسك بكلامه وما كانش فضل يستمع وراح للفار. انت نفسك بتقول الفار في الطراوه والفار مش منصف والفار مش عارف ايه، وانت نفسك اتكلمت. تمام ماشي. طب كان ممكن جدا ان هو، خلي بالك الحكم هو ليه قرار النهائي، كان ممكن يستمع ويقول لا هو طرد يمشي، وياخد الشتيمه والتهزيء والاهانه والسب والقذف وكل حاجه ممكن تتخيلها. ما كده هيجي في كل الاحوال. لو هو نفسه سيئه، لو هو حكم عنده رغبه زي ما انت بتقول او عنده غرض، صح؟ زي ما انت بتقول، زي ما انت ضربت الودع كده ونجمت وعرفت انه كده، فكان ابسط حاجه يتمسك بقراره وما يترجعش فيه. لو كان خلاص ادى الطرد. فاقول ايه اللي هم بيقولوه ده؟ اقول ايه؟ انتوا اللي تقولوا، انتوا اللي وصفوا كلام، انا مش هوصف. انا دوري اشرح واوضح وازيل الالتباس وازيل اي مهاترات، واوضح لكم الحقيقه وصورتها بشكل امثل وبالشكل الصحيح، مش لبلب وكلام وخلاص كالعاده. لا يا فندم، كالعاده دي اللي اليوم هم يعني اللي بيعمل كده. لا يا فندم، انا مختلف الحمد لله، احمد ربنا اشكر فضله. دي احد الفروق الشاسعه. كلامي كله مبني على أدلة وإثباتات وحقائق ومنطق. طيب نكمل كلامه. فاول الامام عاشور على خط ال 18 في اللحظات الاخيره من عمر المباراه، الواد شايله قال له لا العب يلا روح بالمرتده. لولا حامل الرايه رافع له الرايه، ورجع للفار ولقى التسلل سليم في الكره بتاعت كريم كابو ولا نيلا كابو. نيجي بس في النقطة دي بعد إذنكم. أول حاجة حضرتك شوف الكلام المتناقض، قمة التناقض ده. حتى كمان ما هو ده بقى يا جماعة أقول إيه اللي بيبقى دايما ماشي. لاعب الكرة بتاعت إمام عاشور فاول ما فيهاش جدال، وأجيبها لكم برضو في النص التاني من الحلقة. كرة إمام عاشور فعلا فاول، بس أقول لكم فاول منين، هو هتندهشوا من الفاول إزاي، بس هي فاول. والحكم كمل عادي خالص وتمام وبتاع، ايا كان السبب، زاويه الرؤيه ممكن يكون مش متيقن من الفاول فخايف يمنع هجمه مهمه، هجمه مرتده، ويكمل الاخر زي اللي هو الخاصيه بتاعت ويت اند سي. وكمل الهجمه وكمل كمل كمل كمل. اول حاجه، وحضرتك عرفت منين ان الحكم الرأي هو اللي قال له؟ طيب فرضنا كلامك صح، انت نفسك رجعت بعد كده قلت والفار هو اللي رجعه، يعني مش حكم الرأي، الفار والكرة خلاص كان دخلت هدف، ومعنى كده لازم تتراجع فار. تمام، حضرتك قلت ايه؟ الفار اللي رجع مش حكم الرايه. يبقى منين حكم الرايه ومنين الفار؟ شفت التناقض؟ ادي الحاجه الثانيه. والفار طب ما معنى كده، وانت عارف كويس جدا ان اي هجمه زي كده هتوصل لهدف لازم الفار هيرجع، وقلت الفار هو اللي رجع الموضوع، يعني معنى كده ان في حاجه فعلا فير وعادله انت تقدر تتكل عليها في حاجه زي كده. ان حتى لو كانت الهجمه بدايتها خطا، وده ياما حصل، اني تعمل رجوع ليها سهله جدا. ده في كلامك انت اللي بتقول بنفسك، يعني في خط حمايه
حضرتك متاكد منه، حتى لو فرضنا حمل رأي ما خدش باله او ما شافش، والحكم التاني عنده غرض زي ما انت بتقول وعنده امر ما، هيروحوا لحكم الفار. الحكم الفار هيرجع لا ده في فاول من الاول. ده كلامك مش كلامي، كلامك انت والله. اقول ايه يا جماعه؟ بس هو سبحان الله، ولا يعني ما هو دايما اللي بيبقى كلامه هو اللي بيفضحه يعني. نكمل مع بعض. في يا جماعه في ايه؟ طب انت حسبت ضربه جزاء على تريزيجيه على ان هو طالع وبيحتك وعمل دفعه كده خفيفه. طب ما في بعدها واحده على حسبت على ديانج، في بعدها واحده لتريزيجيه والواد شادد من التيشيرت من تحت، ولا اتعادت ولا اتشافت، والاثنين راكبين فوقه وما اتحسبتش ضربه جزاء بالمثل. ده هقول بالمثل وبالمعين. تحس كده ان بقى في توجيه للحكام، تعالوا على الاهلي. اجي بس قبل قصه توجيه ومش توجيه والكلام الفاضي ده، حضرتك بص قال ايه؟ قال شد من الفالنه، وقال اللي طالع فوقيه اللاعب، والاثنين راكبين فوقيه. شوف كميه المغالطات. انتوا اللي تسموا بقى براحتكم. شد من الفالنه، كل ده هجيبه لكم بالتفصيل، بحط لكم دلوقتي الصور قدامكم، لكن هشرحها لكم بالتفصيل وبقول لكم راجعوا الفيديوهات يا فندم، راجعوا الفيديوهات. انا اللي بقول لكم شوف هو ما بيقولش، لو خدت بالك هو وغيره من اللي بيتكلموا بالاسلوب ده والطريقه دي ما يقولش ابدا طب ارجع، طب شوف، طب ارجع للفيديوهات. ما يقولش كده، لا هو يطلع يقول، يخليك انت بص لا طب ما خلاص ما انا سمعت انا وصلت اللي انا عايزه. لان كتير جدا من اللي بيدخلوا عايزين يسمعوا ده، كتير جدا من اللي بيدخلوا عايزين هم اصلا يدخلوا، هم عندهم مش عايزين يدخلوا يراجعوا، هم مش عايزين هم يتيقنوا بنفسهم، سواء بقى الجهل، سواء بقى عدم وجود الوقت، سواء للملل، سواء اي حاجه حضرتك. دي من الكوارث للاسف، انك بتتكل كمتلقي سواء متفرج او متابع او غيره، بتتكل على الاخر، والاخر ده بقى الله اعلم بنيته ونواياه واسلوبه وطريقته واي حاجه في الدنيا يعني. كويس. فحضرتك كان ابسط حاجه حضرتك تدخل تعمل ده زي ما انا عملت كده، ابسط ما يمكن. فهنا حضرتك يقول لك ايه؟ يقول لك بص شد من الفالنه وطلع عليه اللاعب الاولاني، لا والاثنين راكبين فوقيه الاثنين. طيب انا اقول لك بقى ان الثلاثه مغالطات، والثلاثه كلام مش صحيح، والثلاثه ادعاءات، والثلاثه اباطيل او امور باطله، والثلاثه يستاهلوا العقاب الرادع زي كل اللي انت عمال تقوله. نكمل مع بعض ونختم الجزء ده وندخل بقى على الجزء الثاني اللي فيه شرح الوافي والكافي. احنا عايزين الزمالك ياخد السنه دي البطوله، نوجهها للزمالك. ليه؟ ما انت عندك امبارح بنالتي سليم في الدقيقه 5، لو اتحسب يغير مجرى المباراه. ماشي. طب وعند الاهلي لا، بالهمسه واللمسه، الواد جاي من الدرجه الثانيه ولا الدرجه الاولى عشان يخلص على الاهلي، وفي الاخر يقول لك جايبين لك حكم يتعلم فيكم، والدفع بالوجوه الشاب. قلت 100 مره من بدايه الموسم مش عايزين وجوه شابه ولا وجوه زفت. العب بالحكام الخبره، الكفاءه، كل مبارياتك. لكن انت جايب لي واحد مهزوز، بتوع انبي هتوه، هو جاله اسهال وعملها على روحه ومش عارف بيسيطر على المباراه. الواد وقع قال لك لا بنالتي على تريزيجيه. انا مش هتكلم تعليق. شفتوا الاوصاف اللي قلت عليها كلها على الحكم؟ مهزوز، مش عارف ايه، كذا كذا، ده جاله اسهال، ده هتوه، ده الواد خلوا بالكم. قال لي برضه على رفيق كابو في نهايه المقطع اللي فات، ارجعوا للكلام اللي قاله عن رفيق كابو، ولا قال لك رفيق ايه، قال لك مش عارف ايه كابو، ولا اللفظ موجود. فادي دعوه للكابتن رفيق كابو، اللاعب المحترم، اللاعب اللي موجود من سنين في الدوري المصري، اللاعب اللي ما سمعش عنه اي حاجه، بيتهان، بيتشتم، بيتهان. ده اسمها ايه يا فندم؟ اسمها ايه؟ برضه يا بتوع الرياضه، يا بتوع الاعلام، يا بتوع القانون. ادي اهو. ده بص كميه خراب يعني. تعالى حضرتك بقى على الاوصاف دي كلها اللي اتقالت على الحكم، بتؤكد وتتاكد تاني وتتقال مره واثنين وثلاثه. تمام، مفيش مشكله، كله موجود يا فندم، وادي الحلقه مثبته. طيب تعالى نكمل بقى مع بعض. الواد وقع قال لك لا بنالتي على تريزيجيه من اول لمس. طب بتاعت بن شرقي طلب يشوف الفار. طب بتاعت تريزيجيه اللي الاثنين راكبين فوقه طلب يشوف الفار. طب اللي قاعد في الفار خالد جمال غندور ادى اي اشاره ولا عمل اي حاجه؟ ليه؟ ما هو غندور واحمد غندور وخالد غندور وكل غندور زملكاوي.
اتفضل يا باشا. ادي نبدا من الاخر. ادي عيله الغندور كلها بقت زملكاويه، ويا عيله الغندور ادي حضراتكم متاح يعني. برضو انا تعبت والله يعني، مش بسم الله ما شاء الله، ده ايه العدد المهول ده بصوا يا جماعه، ده يعني ده حلقه لوحدها. الحلقه دي مجموعه اقول ايه. طيب ادي عيله الغندور كلهم زملكاويه، وكلهم طبعا برضو يا بتوع القانون يا بتوع الاعلام يا بتوع الرياضه برضو. تعالى حضرتك برضو كالعاده هو اللي بيناقض نفسه، يقول لك ده ما طلبش الحكم الفار ولا حكم الفار كلمه. ما طلبش حكم الفار انه يروح، يعني ما طلبش الفار انه يطلب الفار، ولا الفار كلمه. ده ايه ده عباره عن ايه؟ ده النظام اللي هو البيضه ولا الفرخه ولا البيضه، ولا ده ايه ده بالظبط؟ ده دي رقم 1. رقم 2، حضرتك بتعرف قوانين؟ واضح ان حضرتك ما تعرفش قوانين خالص نهائيا 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 نهائيا. فار المفترض اني انا كحكم بحسب القرار، والفار بيرجعني في حاله انه يلاقي خطأ في القرار ده، فبيبدأ يرجعني، ومش من على طول، مش من اول دقيقه يقول لي تعالى شوف الفار، لا. واعتقد حضرتك بتشوف مباريات، اعتقد يعني اني هنا في مصر وبره مصر وفي الوطن العربي وبره بقالنا سنين ان الفار بيراجع معاه بدون ما تبان لك انت كمشاهد. وممكن جدا الحكم يقول القرار ويقول بعد المداولات بينه وبين حكم الفار او حكام الفار بدون حضرتك ما تشوف اللعبه اصلا خالص. ممكن تتعرض بعد كده وممكن لا، لكن دي عشان تسريع رتم اللعب والامر يبقى اسرع، ومن الحكم ما يحتاجش كل شويه يطلع ويدخل. دي فيها عدم مصداقيه للحكام، وفي نفس الوقت هتبقى حلوه نفس الوان، وكل واحد يقول لك طالب بالفار، ما فيش الكلام ده. تمام. ثم ان فرضنا التداولات دي فضلت فتره طويله وبقى ما فيش قرار واضح، طبعا كل ده عملته افكار خرافيه نهائيا، لكن اوكي خلينا في الوضع الحالي. فما فيش قرار واضح، فهنا بيقول لك خلاص هروح الفار في الاخر. كويس. حضرتك هنا في اللعبه اللي انت بتحكي فيها دي القرار جاله في ثواني في الايربيز، لعبه واضحه تماما. حكم الرايه ما رفعش، الحكم كانت واضحه بالنسبه له جدا وفي زاويته. هو الحكم نفسه كان متواجد في زاويه برده مميزه وما رفعش او ما صفرش. وادي حكم الفار اكد له قراره. لما تلاحظ حضرتك كده ان اللعب ماشي والدنيا ماشيه ومفيش اي توقفات، يبقى ده تاكيد قرار بيجي في الايه من حكم اللي هو تمام لعبه تمام كمل. لا اللعبه لا فيها كلام، فمع اول توقف او يوقف اللعب لو مفيش توقف ويبدا يراجع الحكم. اعتقد بديهيه، اعتقد بسيطه، اعتقد سلسه جدا، اعتقد حضرتك شفتها 5000 مره. ده لو حضرتك مش مطلع اصلا على القوانين ولا متابع القوانين ولا قاري القوانين زي ما واضح لي. تمام. طيب تعالى بقى حضرتك بعد كده تقول ده ما طلبش الفار والفار ما قالوش. نرجع تاني نفس القصه، لان الحاله ما تستدعيش، لان الحاله منتهيه. وشويه بص يتكلم على الحكم، بعد كده يرجع يتكلم على مع انه من شويه قال لك ده ما طلبش الفار، يعني هو جابها ان الحكم علم الحكم، ثم بعد كده يرجع يقول لك والفار ما قالوش، اللي هو ما سابش حد. ناقص يتكلم على حكام المساعدين اللي هم حكام الرايه. اعتقد ممكن كمان نسي يتكلم على الحكم الرابع، لان هو يعني عمل جرم رهيب هو الثاني، لانه كان حكم رابع في المباراه دي. ممكن يكون كمان نسي يتكلم على مراقب المباراه، كان مراقب المباراه دي وما طلعش قال يا ده في حاله بتاعت جنب الشرق ده في ايه يا عم الكلام، ايه الكلام ده؟ بصوا يا جماعه، الناس دي ازاي في المجال ده؟ الناس دي ازاي في المجال الاعلامي؟ ازاي اصلا المسؤولين عن المجال الاعلامي سايبين اللي بيجرى ده، سايبين اللي بيتقال ده، سايبينه ازاي؟ هي بص يا جماعه، مش هقول منظومه، دي مش منظومه خالص، هو القصه مخوخه، القصه كلها خربانه من تحت لفوق بلا جدال. نسمع بقى بقيه الجزء اللي فاضل. وكل غندور زملكاوي فضيحه. بكلمك كوره لكن الاصل ايه؟ الاصل ان الفرقه ضعيفه، مفيش شغل فني في الفرقه، اللعب عشوائي، اللعب اجتهادي في الملعب. سبحانك يا رب، سبحانك. بص نكمل كميه التناقضات وكميه التناقضات حتى بتبقى في نفس الجمله. تخيل فضيحه بعد شوف قعد كام دقيقه بيتكلم عن التحكيم وقرارات تحكيميه، وفضيحه ولسه هاجي لها اقول لك فضيحه بكلمك كوره، فضيحه بكلم، هي دي الفاظ كرويه، هي دي الفاظ رياضيه.
الراجل ده ألف ب ضد بروتوكول الرياضة، ضد أعراف الرياضة، ضد أخلاق الرياضة، ضد احترام الرياضة، ضد أسس الرياضة. ده إيه ده؟ ولك بكلمك كورة، هي كورة بقت هي دي الألفاظ؟ أيوه هي دي ألفاظها فعلا، دي حقيقة، دي حقيقة. ما هو أقول لك إيه، ما هو ماشي مع النمط اللي سايد. عشان كده قلت الأمر من تحت يا جماعة. بس هنا أرجع بقى للجانب الإيه، لا أنت خرجت بره الكورة. عارفين لو هي في نطاق الكورة أو نطاق ما يسمى الإعلام الكروي هقولك بتعدي، لكن هنا بقى عشان كده بقولك إيه، يا بتوع الرياضة يا بتوع الإعلام يا بتوع القانون. طب بتوع القانون أخبارهم إيه؟ كلمة فضيحة، تقليب الجماهير، احتقان، عدم احترام الحكام، التسفيه منهم، السخرية منهم، جاله إسهال وجاله إسهال، دي كورة برضو. كابو ولا مش عارف ايه الكلمة اللي انت قلتها على كابو مش عارف، ولا دي كورة. حكم مهزوز، شخصيته مش عارف ايه، ده كورة. عيلة الغندور، ما هو ده غندور ده غندور ده غندور كلهم زملكاوية، دي كورة. انت حضرتك بتشكك في ايه؟ في نزاهة، بتشكك في اخلاقيات. كورة ايه؟ انت كام ده لو بتتكلم انت بتقول ايه مثلا فلان اللي هو بعيد عن المباراة ملوش علاقة بيها، حد مثلا في مجال اخر ماشي اقول ده كوره وده ماشي، ده زملكاوي وده زملكاوي، لكن لما يكون في امر زي ده وهو نفسه اللي كان بيحكم مباراه، لا ويرجع بعد ده كله ويقول لك كل ده ما يمنعش ان الفريق كان مش عارف ايه. طب يعني او كل ده لا حاجه تانية. يقول لك الاصل ايه؟ الاصل ايه يا جماعه؟ الاصل دي معناها يعني اصل الموضوع، يعني اساس الموضوع، يعني جذر الموضوع. تمام، يعني اللي هو بما معناه بدون وجود اللي هو بيتكلم عنه، اللي هو طبعا في اضغاث احلام، يعني اللي هو بيتكلم يقول لك ده مش عارف ايه وكره مين وكره مين، كل الكلام ده خاطئ مليون في المية، وبالادله وبالاثباتات مش بالكلام، مش باللا بلا 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 لا. فبعد ده كله يقول لك ايه؟ يقول لك الاصل ايه؟ سبحان الله. يعني معنى كده ان كل ده لا يجب، او الاصل ده ما يجبهوش كل اللي انت بتقوله، حتى لو فرضنا ان هو حقيقي وهو مش حقيقي طبعا. ده كلامك مش كلامي والله. عموما انا هنهي بالجزء ده، الجزء الاول لاني طولنا قوي. هنيجي بقى الجزء الثاني، الحالات شرح كافي ووافي ومدوي بمعنى الكلمه، بقى شرح مختلف كالعاده، متفرد واقعي صحيح مظبوط على ارض الواقع، بالادله بالاثباتات، حاجه بالقوانين، بكل حاجه. مش انا اللي مخترعها القوانين دي على فكره، اللي عاملها الفيفا. انا بتكلم في القوانين الحاليه يا فندم، لكن بالنسبه لي انا لا، الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله، انا عامل 200 عدينا 270 ابتكار وفكره وتطوير، منهم جزء كبير جدا قوانين ولوائح، ما سبتش شيء، وكلها حاجات من اروع ما يمكن ومن اكمل ما يمكن. طيب فنيجي على الجزء الثاني ان شاء الله باذن الله. خلصنا الجزء الاول، وقبل ما اختم يا بتوع الرياضه المسؤولين المتخصصين مجال الرياضي، مجال الكروي بالتحديد في الجانب القانوني، يا بتوع الإعلام برضو نفس الأمر في الجانب القانوني، يا بتوع القانون بالذات في مسألة السب والقذف ومسألة إثارة البلبلة، إثارة اللغط وكل الكلام ده. أوكي، حضراتكم بعد إذنكم قولوا لي أنا صحيح في كلامي ولا مخطئ في كلامي، الأمر ده يستدعي إيه بالظبط، الفيديوهات دي عبارة عن إيه بالنسبة للفيديوهات كلها اللي سمعناها، وبالتحديد أكتر اللي اتقال من الأستاذ أبو المعاطي زكي. بالنسبة لرضا عبد العال لا، ليه يخش في أمور تانية بس مع داخل فيها برضو أمر قانون. خلي بالك إن ليه فيديوهات أخرى فيها برضو تلميحات وإسقاطات ومش عارف إيه، وفي حاجات مباشرة. تمام، كله موجود برضو، لكن إحنا بنتكلم في دول بالتحديد دلوقتي. تمام، فدول توصيفهم إيه، وضعهم إيه، القصة بتاعتهم إيه. قولوا لي، لو أنا مخطئ هطلع أعتذر وأقول لا يا جماعة هو ده انتقاد مثلا بس جنبه الصواب مثلا، لا تمام. انا بتكلم هنا في الشيء المظبوط والصحيح، مش بتكلم في القوانين المهترئه على في الجانب الاعلامي والجانب الرياضي الحالي. لكن في الجانب القانوني انا واثق ان في ما يؤكد وما يعطي الحقوق بمعنى الكلمه. هنشوف، فقولوا لي كده لو انا مخطئ يا ريت حد يعرفني. ده الجزء الاول، وان شاء الله معاكم في الجزء الثاني باذن الله، وانتظروني.